والله امبارح نسيت ان انا احيي محمد الشناوي على الاداء الكبير جدا اللي عمله، وهو عنصر اساسي في مكسب الاهلي على الزمالك امبارح. الراجل بيطلع كورتين انفراد يعني صعبين جدا جدا، فلازم النهارده نشيد بمحمد الشناوي. وقلت ازاي ان انا ما احييش محمد الشناوي اللي هو بطل، انا شايف ان هو بطل الماتش امبارح، لان لولا كان ممكن النتيجه تتغير، ولكن محمد الشناوي كان مركز. علشان يا جماعه بنقول خلي الانتقاد موضوعي، خلي الانتقاد موضوعي، بلاش تبيع على طول، بلاش النهارده تحكم حكم مطلق على اللعيبه. انت النهارده لما بتفوز اللعيبه وبتكسب وبتعمل اداء محترم، بتطلع وبتقول والله محمد الشناوي 10 من 10 وعمل ماتش كويس. ما زي ما هو بيعمل ماتش كويس احيانا لازم يعمل ماتش سيء يا جماعه. فلازم النهارده يبقى عندنا اتزان شويه في اخذ القرارات، او في اخذ النهارده ان انا اقيم لعيب. فمحمد الشناوي لا يستاهل ان الواحد يعمل له حلقه مخصوص ويتكلم عنه مخصوص، يستاهل، لان هو عمل اداء محترم امبارح. ياسر ابراهيم وياسين مرعي يعني بص عملوا ماتش كويس، ولكن ياسين مرعي ضربه الجزاء النهارده ما ينفعش ياسين مرعي ان انت تستلم الكوره غير لو انت محجز عليها ومأمن عليها من اللعيب اللي ممكن يجي من وراك، فدي غلطه كبيره جدا. ولكن هو الولد لسه بينسجم مع الفريق، وان شاء الله عنده اكتر من كده، عنده فنيات اكتر من كده. الولد كورته حلوه وهادي على الكوره، ومش مش من اللعيبه اللي بتعمل فاولات كتير، او ان هي المهاجمين بيغلطوها في منطقه الجزاء. فان شاء الله باذن الله لا، ياسين مرعي باذن الله صفقه مهمه جدا وناجحه للنادي الاهلي. فالنهارده لا نبخس الناس اشياءهم يا جماعه، لا نبخس الناس اشياءهم. اللي ادى وتعب ولعب برجوله ولعب بتفاني، لا النهارده لازم نطلع ونقول الله ينور للناس دي كلها. كمان زيد على ذلك الكابتن وليد صلاح الدين، الكابتن وليد صلاح الدين الراجل اللي تحمل المسؤوليه تحمل كامل، كميه ضغوط وكميه مشاكل، والناس مصدره له مشاكل، واوضه اللبس فيها مشاكل، واللعيبه بتعمل مشاكل مع بعضها في اوضه اللبس، ولكن الراجل قفل على الفرقه كويس جدا. عمل قرارات محترمه جدا حجمت شويه اللعيبه. الراجل طبعا من الجيل القديم، وراجل اكبر منهم سنا، وراجل لما ياخد قرار بيعرف ياخد القرار في الوقت المناسب. ووليد صلاح الدين اشتغل مدير كوره قبل كده في نادي الاتحاد، وجايبينه كمان من نادي زد. فالراجل يعني لا عنده خبرات، عنده مقومات النجاح على طول باذن الله سبحانه وتعالى. انا يعني طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ باع كبير في مدير الكوره، ولكن اكتر حد قريب للكابتن سيد عبد الحفيظ هتلاقيه الكابتن وليد صلاح الدين.